القصة بدأت شاب عنده شغف وبيحب شغله. اشتغل على نفسه وبقى من أشطر الناس في مجاله. بدأت الحكاية تكبر ويتعرف ويحلق لناس مشاهير لحد ما اشتغل في واحدة من أكبر الشركات في مصر. والمرحلة دي كانت فارقة جدا في حياته، بس في إحساس جواه لسه في تاني، وهنا الطريق بدأ يتغير. مش كل الناس مستعدة تخسر وتبدأ من الصفر. اصعب قرار ممكن تاخده هو انك تهد كل اللي بنيته عشان تبتدي من الصفر. انا كنت حلاق شاطر وبحلق لناس بتشوفوهم في التلفزيون وعلى اليوتيوب وعلى التيك توك وكل الكلام ده، بس النهارده غيرت النمط ده خالص وبقيت بذاكر بالروس. ليه؟ ده اللي انا جاي احكي لكم النهارده. النجاح مش بس فلوس، انا كنت حاسس ان ربنا مديني طاقه وعقل لمكان تاني، فهنا بقى قررت اخد الخطوه ودخلت طب. ولان الطريق في مصر كان صعب فاخترت روسيا. ال3 سنين اللي فاتوا ما كنتش بانزّل فيديوهات لإني كنت تعبان، حرفيًا بتتعلّم لغة جديدة، لسه ما دخلتش في الأوضاع، حرفيًا باتعلّم لغة من الصفر وبادرس أصعب مواد، اتعلّمت أطبخ لنفسي وأذاكر في عز التلج وأغسل لبسي، وحرفيًا كل حاجة اتعلّمتها من الأول وجديد. هنا فعلًا من الحاجات اللي روسيا علّمتهاني إن أنت لو مش قوي الحياة هتدوس عليك، وأنا هنا عشان أقول لكل واحد متابعني لو عندك حلم ما فيش حاجة اسمها متأخر. القناة دي هتكون ليكم، هنذاكر سوا، هنلف شوارع روسيا سوا، هاوريكم الأسعار من الملابس للأكل للمعيشة للإيجار، كل الحاجات حرفيًا اللي بتدور في دماغك هاوريها لك هنا على حقيقتها، وهيبقى في فلوجات وكل حاجة حرفيًا هتلاقيها في القناة دي. أهم حاجة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان الرحلة لسه بتبدأ، وأي حاجة عايزين تستفسروا عنها اكتبوا لي في الكومنتات وهارد عليكم، ولو حاجة فعلًا مهمة إن أنا أقدر أعمل عليها فيديو أعمل عليها فيديو وأوضح لكم كل حاجة. السلام عليكم وأشوفكم في فيديو جديد.